مسا على كل عشاق دحيح الافلام. تفتكر هيبقى ايه حلمك لو السبت على كوكب الارض بعد ما بقى مليان امراض واوبئه وبلطجيه بس، وبقى في سفينه للاغنياء عايشين عليها ومحدش من الكوكب بيسافر لها؟ اظن هيبقى حلمك السفر للسفينه زي ماكس بطل فيلم الزيوم، واحد من اقوى افلام الاثاره اللي صدرت سنه 2013، وبيبدا في مكان اسمه الزيوم وهو معناه ارض النعيم، وده كان يعتبر سفينه فضائيه في غايه الضخامه موجوده قريب من الارض وبيعيش فيها الاغنياء وكرماء المجتمع. وبعدين بننتقل على الارض لماكس الطفل اللي عايش وسط صفيحه زباله اللي هي امريكا يعني، وبيتربى مع الايتام تحت ايد قديسه، والقديسه دي بتعلمه حاجات كتير وبتبقى عارفه انه عايز قوي يسافر الاليزيوم وعلى طول باصص ناحيتها في السماء. وفي يوم بتيجي تعرفه على بنته وتقول له ان اسمها فري وهي جديده معاكم هنا، وفري في يوم بتشوفه ماسك كتاب وتقول له وريني، وبتقول له ان دي اسمها زرافه وبتعيش في افريقيا وده فيل. عرف انها بتعرف تقرا وخلاها تقرا معاه الكتاب وتفهمه له واتبسط قوي انه فهمه، وكان في شرح عن الاليزيوم في الكتاب ده وكان فرحان قوي بيه، قال لها انه نفسه يروح هناك قوي. قالت له هنروح ما تقلقش، وبتكتب له على ايده ماكس وفري الى الابد. ده الكلام اللي بيكتبوه عندنا على الفلوس ده، وتلاقيها تاني يوم في السوبر ماركت عادي. بعدين بنشوف تاني يوم القديسه جابته وبتقول له انها زعلانه منه وانه سرق تاني، وسالته بيسرق ليه؟ قال لها عايز اجمع فلوس التذكره اللي اروح بيها الاليزيوم، بعدين انا سمعت ان هناك في جهاز بيشفي من كل الامراض، وده كده مش عدل، ليه ما نروحش كلنا؟ قالت له يا عم ما تخافش هتروح، خد خلي السلسله دي معاك علشان لما تروح هناك تفتكر الارض وما تنساش وطنك، وكده كده هتروح، انا حاسه انك اتخلقت علشان تعمل حاجه عظيمه. والكاتب والمخرج اكدوا لي احساسي ده. وبعدين بنشوف ماكس وهو كبير في الحمام بتاع اوضته وهو بيجهز حاله علشان يروح شغله، وبنعرف اننا في مدينه لوس انجلوس سنه 2154، يعني بتاع 126 سنه من دلوقتي مثلا، مش كتير قوي. وبعدين لما بيخرج بيقابل صحابه اللي بيتريقوا عليه علشان عايز يبقى مواطن صالح وليه وظيفه. قال لهم ابوس ايديكم حلوا عني بقى، ما صدقت لقيت شغل ومش عايز اتاخر. قالوا له كان المفروض تصحى بدري علشان ما يخصموش منك بقى. وبنشوفه بعدها واقف في طابور المروح للشغل، وفي روبوتات شغاله بالذكاء الاصطناعي بتفتش اللي مشتبه فيه. لما قربت منه جم يفتشوه قالوا له معاك حاجه؟ قال لهم معايا شامبو للشعر. معيش حاجه اكيد، بس هم اعتبروا الهزار ده مش هزار واعتبروه جد وعصيان، راحوا شادينه على الارض وكسروا له ايده وطلبوا منه يسكت، وهو فضل يزعق ويقول لهم انه كان بيهزر معاهم وما عملش حاجه وعايز يروح شغله بس. بعدين بنشوفه في المستشفى بعد ما جبس ايده من اللي حصل، وشاف فري وقال لها بقول لك ايه انت رجعتي امتى؟ قالت له من فتره كده قريبه. قال لها جامد قوي انا عايز اقابلك. قالت له انت لسه بتسرق عربيات؟ لا انا شغال في شركه محترمه ووظيفه حلوه والله وبكسب لقمتي بعرق جبيني، بس دي حاله شاذه يعني مسكوني تحري بلا هدف كده النهارده. قالت له انا اسفه قوي يا ماكس بس انا حياتي اتلخبطت جامد دلوقتي، يلا هروح اشوف صاحبتي عايزه ايه. وبتروح بس هو ما بيفقدش الامل، وبعد ما بيخلص اوراقه بيقول لها انا عارف انك سبتي الحي علشان القرف اللي فيه، انك بقيتي ممرضه زي ما كنتي عايزه وعملتي تقدم في حياتك، انا بس مفتقدك وعايز اقعد معاكي شويه بس والله. قالت له ماشي بسيطه، لو على القهوه فانا هخلص يوم الاربعاء الساعه 9، بس خلي بالك قهوه بس. ما تلاقيش والله قهوه بس، خلاص اتفقنا. وبعدين بيروح الاسم يقابل ضابط الافراج المشروط اللي شغال هو كمان بالذكاء الاصطناعي، والضابط بيقول له ان مده مراقبته حتى سيره بحسن سير وسلوك اتمدت. قال له ايه الهبل ده واتمدت ليه؟ انا كنت بهزر معاهم هم اللي ما فهموش ده. قال له مش قصتي، وبعدين وطي صوتك وانت بتكلمني علشان ما ازعلكش. قال له ما ازعلكش والريبوت قال له ده استهزاء ولا سخريه؟ قال له لا ده ولا ده. قال له طب امشي انت تمدلك الفتره تاني علشان كلمتني وحش، عايز تكلم حد بشري او تعمل حاجه تاني؟ قال لهم لا شكرا، وراح متكل على الله وركب عربيه توديه شغله اللي اتاخر عليه جامد قوي النهارده وشكله هيترفد. وراح والمدير قال له لا كده مش هينفع. قال له ثواني بس. قال له لا ثواني ولا دقايق، انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني انت مرفوض. قال له لا مفيش رفض ولا حاجه، انا هقعد ساعات زياده في الشغل. قال له ماشي خلاص غو. وبعدين بنشوف مدير الشركه وهو بيتكلم مع باقي الشركاء وبيقولوا له ان الحال مش عاجبهم. قال لهم انا بحاول قدر الامكان اوقف الشركه دي على رجليها، وانتوا قاعدين في مكاتبكم المكيفه فوق ومش حاسين الوضع صعب ازاي، انا مضطر امشي ومش هقدر اكمل الميتنج. وبعدين بنشوف ماكس وهو شغال وبيصنعوا روبوتات الذكاء الاصطناعي وبيدخلوها في اوضه وبعدين بيسخنوها بدرجه كبيره. وبعدين بننتقل لحته تحس انها محافظه الجيزه والناس كلها هتموت بعضها علشان تطلع السفينه اللي رايحه اليزيوم، واللي معاه تذكره واللي جايه تباكس هنا. بس الموضوع ما كانش سداح مداح، ده كان في راجل منظم الموضوع، عصابه بتعمله زيه زي الهجره الغير الشرعيه كده، وبياخدوا عدد معين وبيطلعوا بالسفينه وبيطلع معاه سفينه تانيه او اتنين. وبعدين بننتقل لليزيوم لست شقره في عيد ميلاد بتهني الولد الصغير اللي فيه وبتديله هديته. وبعدين بيكلموها
بيكلموها ويقولوا لها ان في اختراق. وبعدين بتروح مركز القياده، نعرف انها وزير الدفاع الاليزيوم، وبيقولوا لها في سفن جايه وفي ناس عليها معاهم رقم تعريفي بتاع حد ميت هنا. قالت لهم فعلوا بروتوكول الخطر السادس والسابع وكلموا العميل كروجر اللي على الارض. قالوا لها ايوه يا فندم، بس خلاص السياسه بتاعت التعامل مع جواسيس الارض دي اتلغت خالص. قالت لهم انا رجعتها دلوقتي، يلا كلموه. وبيكلموه يقولوا له عامل ايه يا معلم، عندنا ليك صندوق هدايا شوفه. وبيروح المكان اللي الحكومه بتسيب له فيه سلاح وبيفتحه ويلاقي جواه بندقيه، ودي مش بندقيه عاديه، دي بتضرب صواريخ بعيده المدى. وبتطلب منهم يبعتوا له الاحداثيات بتاعت السفن وبيضربوها في ثواني، والصواريخ بتخرج من الارض على الثلاث سفن وبتدمر 2 منهم، ويكون مجموع الضحايا 46 شخص. وبعدين بنشوف اخر السفينه والصاروخ بيجري وراها. بعدين السواق فضل ثابت وصابر لحد ما وصل الصاروخ وراه بالظبط، وراح مغير اتجاه السواقه بتاعه، والصاروخ عداه الحمد لله وقدر يدخل المجال الجوي بتاع الاليزيوم. وزيره الدفاع قالت لهم يقبضوا على اي حد يخرج من السفينه دي، بس بيكون في ام من الامهات قررت تخرج وتجري ببنتها ودخلت بيت وحطت بنتها على جهاز الاستشفاء اللي عند سكان الاليزيوم في كل بيت. والبنت علشان معاها رقم تعريفي لحد من الكوكب، جهاز بيشتغل عادي وبيشفيها من كل الامراض اللي عندها في ثواني، بس بيدخل الانسان آلي وبيتقبض عليهم. الوزيره بتقول كل اللي لمتوهم دول ودوهم على سفن الترحيل وغوروهم من هنا، هي ناقصه أرق، وبيرحلوهم فعلا. وبعدين بنشوف ماكس راجع من الشغل جادد، وصاحبه بيقول له بقول لك ايه، قال له لا. قال له هو ايه اللي لا يا ابني، انت سمعت انا عايزك في ايه؟ قال له ما انا عارف، هو انا هبل يعني؟ قال له اسمع بس، البيت الكبير اللي فيه الاسلحه في المدينه جاب عربيات جديده، نخش نسرق اسرع عربيتين وناخدهم ونطير، ايه رايك؟ قال له انا رايك انك تسيبني علشان انا مش هخش السجن تاني. قال له يا عم هي سنه واحده بس. قال له ولا دقيقه حتى. قال له والله لما تبقى اسطوره في الاجرام كده وتقرر تعيش حياتك في البيت والشغل. وبعدين بنشوف تاني يوم ماكس في الشغل، بس في صندوق سادد الباب بتاع الاوضه ومش راضي يشتغل. المدير قال له انت معطل الشغل ليه؟ قال له مش معطله، الباب معلق. قال له ماشي سلكه وخش جوه شوفه عطلان ليه، احسن ما اشوف حد يعملها واخليك تمشي. قال له لا خلاص، ودخل ماكس الاوضه، بس لما سلك الباب راح قافل عليه. والاوضه كملت شغلها والتسخين اشتغل، واشتغل الانذار ان في شخص بشري في الاوضه، والعمال حاولوا يروحوا ينقذوه بس ما عرفوش، واتعرض لجرعه ضخمه من الاشعاع. وبعدين بنشوف مدير المصنع مع صاحب المصنع وبيقول له ايه اللي حصل له ده؟ قال له تعرض لاشعاع ضخم. قال له ماشي، غيروا الملايات اللي مخمود عليها دي علشان ما يعديش عليها حد، ومشي ولا كانه فرخه مش بني ادم. وبعدين الروبوت اللي جوه بيقول لماكس انه تعرض لجرعه اشعاع كبيره وهيجي له فشل عضوي في خلال 5 ايام ويموت. وبعدين بيديله دواء وبيقول له ده هيساعدك تحس انك احسن شويه لحد ما تموت، وبيوقع على السلام. وبعدين بنشوف الوزيره ومديرين الكوكب بيقولوا لها ما ينفعش اللي عملتيه من قتل الابرياء، وما ينفعش تستخدمي جاسوس على الارض، وبعدين الراجل ده مريض وما ينفعش اصلا نتعامل معاه لانه مش طبيعي. قالت لهم انا بحمي الكوكب واطفاله بطريقتي. قالوا لها طريقتك دي هناك، احنا هنقيل الجاسوس ده، ولو اتكرر منك اي تصرف سادي او من دماغك هنقيلك انت كمان. وبعدين بنشوف الجاسوس بعد ما عرف انه تم اقالته وهو بيتعصب وبيتضايق ويتجنن ويكسر كل حاجه حواليه. وبعدين بنشوف ماكس مروح وبيقول لصاحبه اللي حصل، وصاحبه بيقول له ولا يهمك يا اخويا، كل ده بيتصلح في الاليزيوم. قال له ما انا عارف. قال له انا لو عليا والله هديك كل حاجه معايا، بس برضه مش هتكفى اشتري لك التذكره. قال له ماشي وديني بس للعصابه اللي كنا شغالين معاها وانا هتصرف. وبعدين بنشوف فري وهو في المستشفى، والدكتور بيقول لها مش هينفع نخلي بنتك هنا، دي حاجزه مكان على الفاضي، لو جالها نوبه تاني تقدري تجيبيها، غير كده صعب نخليها، احنا مش اليزيوم. قالت له هشتغل ازاي هنا وهي في البيت بعيد عني؟ قال لها انا اسف الموضوع مش في ايدي. وبعدين بنشوف ماكس وهو رايح للعصابه بيقول للرئيس بتاعها انه عايز تذكره لفوق وهيرجع فلوسها تاني. قال له ابني انت عارف في كام واحد كل يوم بيجي هنا ويقول اللي انت بتقوله ده؟ امشي يا ماكس الله يرضى عليك. قال له مش همشي، ومسك سلاح ووجهه ناحيته وقال له عايز تضربني بالنار اضربني، انا اصلا عندي اشعاع جامد وهيموتكم معايا. قال له لا انا رميت سلاحي خلاص، وانتوا كمان يا رجاله ارموا سلاحكم. وبيقول له تعالى معايا. قال له انت قلت هتعمل لي اي حاجه علشان تاخد التذكره صح؟ قال له اه. قال له في مهمه بس ما حدش عنده الجرأه يعملها، بص دي سبيل نجاتك. قال له ايه دي؟ قال له انت هتخطف واحد اهبل من اليزيوم، ومش عايزين السفينه بتاعته ولا ساعته ولا اي حاجه من دي، احنا عايزين المعلومات اللي في دماغه. بعدين صاحبه بيقعد يقول له يلا بينا نمشي يا ابني. قالوا له اهدى بس. وبعدين الزعيم قال له احنا هنظبطك ونقول لك تعمل ايه بالظبط وتروح تعمله، انت عارف لو خدنا البيانات اللي في دماغه دي نكسب ملايين وهنقدر نعمل حاجات عقلك ما يتخيلهاش. وقال له انه هيساعده بكذا حاجه، وبيقول له بص انت ضعيف دلوقتي، البدله دي هنربطها بجهازك العصبي، اول حاجه هتخليك احسن من احسن رجل آلي، غير كده هتساعدنا في النقل اسهل. قال له ماشي بس هاخد معايا 4 رجاله انا اللي هختارهم، ومنهم صاحبي ده واخد له هو كمان تذكره لفوق معايا. قال له ماشي بسيطه، ولما تطلع استخدم آلة العلاج وهتخففك خالص. وبعدين
وبعدين بنشوف صاحب المصنع وهو مع الوزيره في حته ما فيهاش كاميرات ولا اي اجهزه، وبتقول له انا عارفه انك عامل السيستم اللي مشغل الاليزيوم. قال لها قالت له تعرف تحط رئيس جديد؟ قال لها انت عايزاني اعمل انقلاب؟ قالت له هساعدك تكبر مصانعك قصادها وما يفضلوش يهددوك كل شويه. قال لها ماشي انا ممكن اعمل اعاده تشغيل للسيستم وده هيشيل كل البيانات ونبدا نحطها من اول وجديد بقى، ويبقى الرئيس اللي هيتحط بشفره معينه اختاريها انت. رجال الالين كمان هيتبرمجوا زي ما انت عايزه وكل حاجه هتبقى على كيفنا. في نظام افتراضي اساسي كل النظام معمول عليه، بس ده لما بيتم اعاده تشغيله لكن بعدها بنبدا نعدله على مزاجنا بقى. واتفقوا على كده في نفس الوقت اللي ماكس فيه كان راح للدكتور علشان يعمل له العمليه ويثبت البدله على جسمه وتحسه نجار مش دكتور، وخبط وشنيور وبتاع. بعد ما بيخلص بيفضل نايم وصاحبه جنبه، لما بيفوق صاحبه بيندع عليهم والدكتور بيقول لهم يا نهار ابيض ده لسه عايش، عاش والله تسلم ايدي. وبعدين ماكس بيقعد يتامن جسمه ويقول لهم انتوا عملتوا فيا ايه؟ الزعيم قال له انا بديك فرصه جديده علشان تعيش. وبعدين بنشوفهم بيجهزوا للمهمه، وفي نفس الوقت كان صاحب المصنع بيتحرك في الخطه اللي قال عليها للوزيره، وبيقول لها انه خلاص شويه وهيبقى عندها ويعملوا اعاده تشغيل للسيستم من على الاليزيوم، بس انا جهزت البيانات يعني. وتشوف ماكس والرجاله اللي معاه مشوا لحد ما سفينه صاحب المصنع هتتحرك. اول ما اتحركت قالت له انه فاضل 5 ثواني ويتحركوا بسرعه الصوت، بس ما لحقوش لان اللي مع ماكس ضربوها بقذيفه في الموتور وشافوها وهي بتقع في المدينه، واتحركوا على طول ناحيتها. وفي الوقت ده وصل اشعار للوزيره ان في مواطن من الاليزيوم بيتعرض للخطر على الارض، وبتعرف انه صاحب المصنع، وبتتصل في ساعتها بالجاسوس وبيقول لها خير انتوا مش طردتوني؟ قالت له مش وقت استعباط وقمص، في واحد معاه بيانات مهمه قوي وقع وهيتسرق. قال لها معاه ايه يعني؟ قالت له حاجات سريه مالكش فيه، المهم ترجعه. قال لها اكيد ده من ورا الحكومه فاقدر اطلب اللي انا عايزه. قالت له ماشي. قال لها ارجع الخدمه؟ قالت له ماشي ارجعك وهبعت لك 2 من اشطر الرجاله اللي بتحب تشتغل معاهم كمان علشان يساعدوك، يلا انقذوا الراجل. وبيكون وقتها ماكس ورجالته وصلوا للسفينه، بس لو الراجل معاه آليين بيحموه وخرجوا يقتلوهم، بس ماكس ورجالته كانوا مستعدين وضربوهم على طول بالاسلحه اللي معاهم، بس للاسف وهم بيضربوا نار على بعض بهيم اصابوا الراجل، بس جت في صدره مش في دماغه. وبداوا ينقلوا المعلومات، وفي اخر كام شويه لقوا السفينه بتاعت الجاسوس وعرفوا ان دي سفينه الجيش والدنيا دخلت في الجد، وكلهم بداوا يهربوا بعد ما البيانات اتنقلت، بس اللي بينقلها معرفش يفتحها واستغرب هي دي ايه، البيانات باظت ولا اتشفرت ولا ايه؟ والزعيم كان قاعد بيقولتم وقتها مش عارف يعمل ايه. الجاسوس نزل هو ورجالته ضرب في ماكس ورجالته، والوزيره لما عرفت ان صاحب المصنع مات اكدت على الجاسوس يجيب ماكس حي وما يضروش خالص لانه معاه البيانات كلها. وبعد شويه ضرب وقتل قدر الجاسوس يقتل صاحب ماكس قدام عينه بالسكينه، وبعدين ماكس استخدم السلاح اللي قتل بيه الآليين وضرب بيه الجاسوس وعطله، وفي الوقت ده قدر يجري الحمد لله بعيد عنهم. كل الناس ماتت الا هو، وبداوا يتحركوا يدوروا عليه. وهو اول ما ست غلبانه شافته بيهرب منهم في السوق نزلته تحت عربيه خنازير، ولما السفينه بتاعتهم قربت ما عرفتش تلقطه لانهم خلاص كانوا عرفوا اصلا اسمه وشكله وهو بيتخانق معاهم هناك، والاجهزه حفظته، وبيمشوا ويسيبوا المكان من غير ما يعتروا فيه. بعد شويه واحد من رجاله الجاسوس بيقول له بص يا ريس لقيت ايه؟ تسجيل بين صاحب المصنع والوزيره، وقتها بيعرفوا ايه اللي كان المجرمين بيسرقوه وايه اللي الراجل ده سرقه. سرق الشفره اللي بتفك اي حاجه في اليزيوم، ولو حد عرف يستخدمها يسيطر عليها. وبعدين الوزيره بتقول انهم هيقفلوا الغلاف الجوي للارض لحد ما يتم القبض على المجرم ده، لو اي حاجه خرجت من الارض اقتلوها في ساعتها او دمروها. وبعدين بنشوف الزعيم لما بيعرف كده وبيتضايق وبيخاف لا يعرفوا انه اللي ورا كل ده وينزلوا له، بس بيتفاجئ بحد من رجالته بيقول له بص يا زعيم في حد عايش اللي في البدله، وبيعرف ان ماكس لسه عايش. وفي الوقت ده كان ماكس مصاب وبيطلع في الروح خلاص، راح ناحيه المستشفى اللي فيها فري. في الوقت ده كانت بتقول لبنتها انها تجيب لها عربيه علشان يروحوا البيت، ولما خرجت لقيت ماكس وقالت له ايه اللي عمل فيك كده؟ استنى هجيب لك عربيه اسعاف. قال لها لا انا هربان ومش عايز اموت، انا جاي لك انت ساعديني. وخدته معاها هو وبنتها بيتها وفضلت تحرك فيه بالعافيه ومش عارفه ايه اللي في جسمه ده. وبعدين بدات تعالجه وتخيط الجرح بتاعه، وهي بترفع التيشيرت شافت الشعار اللي كانت بترسمه ليهم وهم صغيرين وهو عامله وشم على بطنه. الحمد لله بتعالجه. تاني يوم بيقول لها انه هيموت ويضطر يشتغل عند الزعيم سبايدر علشان يوديه يتعالج في اليزيوم. قالت له ماشي انا محتاجه مساعدتك، خد بنتي معاك. قال لها لا مش هقدر. قالت له بالله عليك خدها معاك، دي عندها كانسر في اخر مرحله. قال لها اسمعي بس انا والله ما اعرف اساعدك، واحسن حاجه اقدر اقدمها لك هو اني ابعد عنك الناس اللي بيطردوني شرانيين والله. وبعدين فضل يمشي وهي تترجاه وحست انه خذلها مع انها ساعدته. وهو خارج الطفله قالت له استنى خد شاش معاك علشان ما تحتاجش بره، وسلمت عليه وحضنته ومشي وهو متاثر وقال لها انا اسف. وبعد ما خرج لقى الطيارات الصغيره
الطياره بتاعه الجاسوس بتلف في المدينه كلها، واحده منهم جابوه وتاكدوا انه هو وفضلت وراه لحد ما خلاص عرف انها عرفته وعايز يهرب، وبيكسرها ويوقعها ويهرب بعيد. وبعدين بنشوف الجاسوس في بيت فري وبيهددها هي وبنتها وبيقول لها كان في شاب هنا، راح فين؟ قالت له ما اعرفش. قال لها هتعملي ناسيه يعني؟ انا ممكن امثل دور برضه لو هتعملي دور واحده بتنسى، انا بحب جدا دور فرج في فيلم الكرنك. قالت له والله يا عم ما اعرف راح فين، هو جه متعور عليكته واتكل على الله وما قالش رايح فين. قال لها طب خلاص هصدقك بس هاخدك معايا انت وبنتك برضه. وبعدين بنشوف ماكس راح للزعيم وبيقول له انت مديون ليا كده، انا صاحبي مات وعايز اطلع فوق. قال له فوق فين؟ مفيش فوق ولا انا هعرف اطلع ولا انت ولا اي حد، دول قفلوا المجال الجوي علينا. قال له انت هتشتغلني على المسا؟ قال له واشتغلك ليه يا عم؟ والله العظيم يا ابني قفلوه ما تتعصبش واسمع، انت في راسك الشفره اللي بتتحكم في الليزيوم كله، انت في ايدك نجاه البشريه، لو مشيت في اي حته هيطردوك مش هيسيبوك، لان اللي في دماغك ده يقدر يخليك تخلي كل الناس اللي هنا دول يدخلوا الاليزيوم ويبقوا مواطنين هناك. ساعدني علشان اقدر اساعدك، والله انا ما عايز غير اني اساعدك واساعد الناس. بعدين ماكس قال له لا انا هطلع، انا لسه هستنى ما يفتحوا الغلاف الجوي، انا فاضل لي ساعات واموت اصلا. وبعدين بيروح ماكس للكاميرا اللي لسه مكسرها وبيتكلم فيها ويقول للجاسوس يجي ياخد علشان يطلع معاهم الاليزيوم. والجاسوس هنا بيكلم الوزيره وبيقول لها يلا علشان جايين يفتحوا المجال الجوي علشان يجوا الاليزيوم بماكس اللي في دماغه كل حاجه، والزعيم سبايدر بيعرف وبيقول لهم يلا رجاله هاتوا كل الاشباح علشان نطلع دلوقتي على الاليزيوم. الحق ماكس ده في دماغه حاجات لو استغلوها مش هنمشي تاني. وبيدخلوا الغلاف الجوي بتاع الاليزيوم وبيحاولوا يمسكوا ماكس بس بيفضل يضرب فيهم علشان مش عايز يموت ولا ما يساعدش بنت فري. وبعد حبه ضرب القنبله اللي في ايده بتفلت والفتيل بيتشال وبتنفجر في وش الجاسوس والطياره بتقع جوه الاليزيوم في فيلا. بعدين رئيس الاليزيوم بيقول للوزيره انت مشطوبه من منصبك علشان انت اللي جبت السفينه دي هنا ودمرت المكان بالشكل ده. قالت له لا يا حبيبي انا مش معزوله ولا حاجه، في حالات الطوارئ المكان ملكي وانت اللي مش مرحب بيك هنا، يلا غوروا سيبني انا اشوف شغلي، خدوه بقى من قدامي. وبعدين بنرجع للسفينه وماكس فاق من الانفجار وحاول يتحرك ويفك فري وبنتها، وبتجري بعدها فري في البيت اللي هم فيه وبتخش وتحط بنتها على جهاز العلاج بس الجهاز مش بيعترف ان البنت مواطنه من مواطنين الاليزيوم. وبعدين بيخش واحد من رجاله الجاسوس ويمسكها وبتقول له انا عايزه اساعد بنتي بس بيروح مكهربها وواخدها. بعد ما كهرب ماكس برضه سحبوه على جوه. بعدين بنشوف الزعيم سبايدر ورجالته وصلوا الاليزيوم ومحدش خد باله منهم بسرعه، ولما عرفوا قالوا للوزيره والوزيره كانت مع ماكس وبتقول للدكتور يسحب منه البيانات. قال لها بس لو سحبناها منه هيموت. قالت مش مهم يا عم كلب وراح بسيطه. بعدين بنشوف رجاله الجاسوس حبسوا الست وبنتها. بعدين بيحطوا الجاسوس بعد ما خلاص ما بقى جثه على جهاز العلاج وبيقول له انه لما يصحى هيتضايق جامد. وبعدين الجهاز رجعه تاني في عز شبابه من غير ولا خدش وقام بكل نشاط وحيويه. وفي الوقت ده ماكس كان بيحاول يفك الحاجات اللي حواليه اللي ضبطاه والدكاتره بتشتغل عليه، وقدر يعمل كده الحمد لله وفك نفسه وضربهم وسالهم هو الست وبنتها فين وقالوا له في اوضه الاسلحه. لكن الجاسوس قام ومتضايق وبتيجي الوزيره وتقول له ده انت خنزير طحتني وخليت سفينه تفرقع في الغلاف الجوي بتاع المدينه هنا. لا انا اسف اني بوصل الجنينه بتاعت حد هنا بس عامه محدش هيقدر يحاسبني لاني هقتلك. راح معورها في رقبتها بالازاز اللي قدامه وخدها ورماها مع الست وبنتها. وبعدين رجع وقال لفري انا هالك بنتك بس اهم حاجه دلوقتي اني اضمن ان الوزيره دي ما تتعالجش وتموت. وبعدين بيقول ان خلاص جه الوقت اللي الاليزيوم هتشوف لها رئيس جديد يستحق المكان ده. بعدين بنشوف الست غرقانه في دمها في الاوضه وفري بتتحرك علشان تساعدها، في نفس الوقت اللي رجاله الجاسوس فيها بداوا يقتلوا السياسيين اللي في المكان بالقنابل. وفي نص كل ده ماكس كان في اوضه الامن لما سبايدر الزعيم ورجالته اتكلموا مع بعض من خلال مايك وقال له انه عندي الاسانسير جنب اوضه الاسلحه. وبعدين بننتقل لفري اللي بتحاول توقف النزيف بتاع الوزيره بس الوزيره بتقول لها لا بلاش خليني اموت، انا لو عشت هيدمروني كده الاليزيوم خلاص مش هتبقى زي ما كانت، وسابتها تموت علشان هي ست عنصريه زيها زي اي حد غربي عامه. وبعدين دخل راجل الجاسوس علشان ياخدهم وينقلهم من مكانهم بس ظهر ماكس واتك يا ضرب فيه وكانت خلاص اتحولت لمجزره. ماكس يضربه شويه وهو يتضرب شويه بس في الاخر ماكس استخدم سلاح قاتل وخلاه حرفيا لحمه مفرومه. وبعدين هرب بالست وبنتها وقال لهم اطلعوا في الاسانسير ده فوق وهتلاقوا حد يساعدكم توصلوا لاوضه العلاج ويخفف البنت. قالت له تعالى معانا طيب. قال لها ما ينفعش للاسف يلا روحي. وبيمشي ماكسي بحذر وبيلاقي في وشه سبايدر ورجالته وماكسي بيقول له طلع واحد معاهم يتاكد انهم وصلوا بامان لاوضه العلاج واتعالجت البنت. قال له ماشي عينيا ليه. وبعدين بيتحركوا مع بعض
الارض علشان يلاقوا المكان اللي هينقلوا فيه البيانات، بس بيتفاجئوا بضرب نار والرجاله بتحاول تسد قصاد الجاسوس، بس للاسف ما بيعرفوش. يجي المشهد اللي انا مستنيه وانت مستنيه والمخرج مستنيه، هو المشهد بين الخير والشر وماكس والجاسوس، وده يضرب ده شويه وده يضرب ده شويه، وخلاص اللحظه اللي انت عارفها اللي ماكس بيقع فيها في الارض علشان يبقى خلاص هيموت، وبعدين بقوه الصداقه وبمساعده المخرج بيقوم ويمسك الجاسوس يعجنه ضرب ويرميه من فوق ويموته، وبعدين بيجري بعدها سبايدر ومعاه ماكس علشان يهربوا من السياسيين اصحاب الكوكب اللي عايزين يقتلوهم او يرحلوه، وبيقفلوا الباب وراهم وبيبداوا ينقلوا البيانات من ماكس علشان يفكوا الشفره بتاعتها ويعيدوا تشغيل النظام. بس قبل ما بيحصل ده سبايدر بيقول لماكس البيانات مش هتنتقل الا بموتك، قال له ماشي اعمل كده وخلص، بس هتكلم مع فري، وبيكلمها وبيقول لها انه بيحبها وانه اسف لو فكرت انه خذلها في يوم، انه بيعمل كل ده علشانها وعلشان باقي الناس تعيش احسن. بعدين بيبدا سبايدر ينقل الداتا وقربت تخلص، بس السياسيين دخلوا من الباب ولسه هيوقفوه، راح النظام وقف واتفق خالص واشتغل تاني بعد ثواني. بس الانسان الآلي قال للرئيس ما ينفعش يقبض على حد من مواطنين الإليزيوم، وسبايدر بيقول له عاش عليكم، وبنشوف الآلة بتاعت العلاج اشتغلت ورجعت البنت سليمة زي ما كانت الحمد لله. والنظام بيعرف ان اللي في الارض دول كلهم مواطنين إليزيوم، وبيقرر يبعت ليهم مساعدات كتير واجهزة طبية تساعد الكل هناك، وكده الكل بقى ليه الحق في الحياة والصحة والتعليم والغذاء. ومات ماكس علشان هدف غالي زي ما القديسة قالت له، وانه دوره كان مهم، وبتفضل فري فاكراه على طول وفاكره اللي عمله علشانها هي وبنتها. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.